السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أين اختفى عبد الله الشريف؟ سؤال كان بيسأله رواد التواصل الاجتماعي، اختفى فين واختفى ليه؟ مش حب ولا اقتناع بمحتواه، هو زيه زي أي صاحب محتوى اختفى فترة. هيرجع ولا مش هيرجع وليه اختفى؟ ده اللي هقول لكم عليه بعد ما أقول لك أهلا بيكم في حلقة جديدة بالمصري. اليوتيوب يا عزيزي لعبة كبيرة، عايز تكسب كتير ركز على محتوى واحد وكل فترة اعمل حوار عشان الدنيا تسخن. قبل عبد الله كذا يوتيوبر اختفوا من على اليوتيوب وبعدها بفترة ظهروا تاني، لان ده بيعمل نوع من انواع الحماس عند الجمهور. ام سيف مثلا لما اختفت الدنيا اتقلب. فين ام سيف؟ وين ام سيف؟ ليش ما نترد؟ ليش ما نرد جفاره؟ الموضوع كله لعبة يوتيوب وكسر للملل وخلي الناس تتكلم. عبد الله الشريف صانع المحتوى المصري الشهير يختفي بطريقة غريبة. عبد الله الشريف راح يرجع. عبد الله الشريف بس مر فتره سيئه نعرفها لحد دلوقتي لان عبد الله ما بيردش على حد، ولاني فجأة لقيناه يعني في حالة صمت خالص. عبد الله الشريف نسوا انه يوتيوبر، تأثيره بس في الهاشتاج، انه يطلع اسم على حد، انه يشتم حد، وده كلنا فاكرينه. وانا من اول حلقة هنا بقول عليه عبد الله الشريف، مش عشان حاجة الا لان ربنا قال ولا تنابزوا بالالقاب، مش عشان هو محترم، عشان انا اللي متربي. كل الناس حاولت توصل للسبب اللي خلى عبد الله الشريف يختفي، لكن الجملة دي هي اللي جابت من الاخر. في عبد الله الشريف اعتزل، وهذا اشي يعني اي حدا بيقدر يحلله، ما بده شطاره، لانه كميه الخذلان اللي اخذها من الشعب بطريقه مش طبيعيه، ومن الناس اللي بتحضره يعني ما توقعها، وكان يفكر حاله هو مؤثر وانه راح يردوا عليه. بص، هو نص الكلام صح والنص التاني غلط، وهقول لكم ليه. هو بيقول هنا ان كميه الخذلان اللي عند عبد الله الشريف يقصد هنا ان المشاهدات الكتيره اللي كانت بتجيله اوحت له انه لما يقول للناس تنزل يوم 11/11 كل الناس هتنزل، لكن صدمته كانت كبيره ان مفيش بني ادم نزل، وده كان الكلام الصح. الغلط بقى ان عبد الله اعتزل. اولا عبد الله ما اعتزلش ولا اختفى اصلا، هقول لك ازاي. بص على اللقطه الصغيره دي، ده ايه ده؟ اقول لك انا ايه ده؟ ده من 6 شهور عبد الله الشريف اعلن على قناته انه انشأ قناه جديده. القناه دي اسمها قلش رخيص بيهين فيها كل الناس، نفس اللوجو اعلن عنها بنفسه، ولحد دلوقتي بتنزل محتوى وساعات بتنزل فيديوهين في اليوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ببساطه ان عبد الله الشريف ما اختفاش، هو بينزل محتوى على القناه دي اكتر من الاول كمان. طب ما يمكن الفيديوهات دي متسجله ومتجدوله ان كل كام ساعه ينزل فيديو وهو فعلا مختفي. اذا السؤال ده جه في دماغك هرد عليك برضه، هقول لك ان من ايام قليله قوي ينزل حلقه اسمها خش هتجيبك، فيها الصوره اللي جننتهم بتاعه الرئيس السيسي وتميم واردوغان، اظن دي بعد اختفائه بفتره. ايوه، يعني عبد الله اختفى ولا ما اختفاش؟ عبد الله هربان من مقابله الناس، متداري، عمال يمنتج وينشر ويجمع مشاهدات بس هو ما يبانش. منها انه يداري على كسفته، لانه كان قال للناس ان انا مش هدعوكم للنزول لان انا مش وسطكم، وبعد كده دعا للنزول لكن ما حدش نزل، وحرض على العنف حتى لو نفاه. قال لك قفل الشوارع للميادين واذا لقيته امن هناك. نفترض ان الاليات دي سمعاني دلوقتي وهتجري على الميدان قبل ما الناس توصل، يا مولانا هنعمل ايه؟ برضه انت الاقوى، لان الاليات دي لو ضمنت الوصول فمش هتضمن الخروج يا جميل الملامح. وعلى المعتدين اللي جواها ان هم يستعدوا لمواجهه المصريين بعد ما يتحبسوا جوه والشوارع تتقفل وما يعرفوش يخرجوا. وبعدين لما كام واحد يموت من الداخليه ولا من الجيش ما مش قضيه يعني، وبعدين ما ده دفع عن النفس، وبعدين اللي وداهم هناك. ومن الحاجات اللي مخليها مستخبي الايام دي كاس العالم. كاس العالم شغال، سيب الناس تنسى. ممكن وانا بكلمك دلوقتي كده يكون عبد الله نزل حلقه. عايز تعرف عبد الله يرجع ازاي؟ كلامه كله هيبقى ان اللي حصل كان متوقع ودي مش نهايه الطريق، وهيكلمك عن ابوه وامه واخواته وجيرانه اللي اتقبض عليهم لكن هو مكمل. عبد الله كم مره يقول لك ان اخوه اتقبض عليه؟ كل شويه سيناريو جديد ومختلف لكن بنفس الاحداث لما الناس زهقت. بس ساعتها بقى لما يقول لك الكلام ده قول له انت كنت شغال على قناتك الثانيه ازاي؟ بص، هو كتير مش هيصدقوا الكلام، بس هو في اسرع من الايام. هيعدي الوقت يوم ولا 2 ولا شهر وهيرجع عبد الله، هيداري كسفته في اي حاجه، المهم ان هو مش غلطان، وهيطلع يتكلم عن اللي دعموه في فتره غيابه واللي شمته فيه، ووالله ما شمتناش في غيره عشان نشمت فيه. فخلي الايام تدور ونشوف مين الصادق ومين الكذاب. اشوفكم بخير.